وسخنا الناس وعبقناهم فالناس اتعبقت مننا، ولا المجتمع ده كان انعكاس طبيعي؟ والله طبعا الاعلامي عليه جزء مهم في توعيه الناس. ولكن بعد الثوره ما حصلش. طلعت اوحش ما فيها. قول بقى ليه؟ ايه ازاي في الاعلام؟ احنا اللي في كل حته. في كل حته. يعني هقول لك حاجه، والله بعض يعني مثلا اقول لك حاجه، قبل رحيل الرئيس الاسبق حسني مبارك بشهر كان في لقاء مع بعض فناني مصر. خناقات بين الفنانين، انا لازم اروح اقابل الرئيس حسني مبارك، لازم. وانت ما خدتنيش ليه؟ وانت ما حطيتنيش ليه؟ وانت ما اعرفش ايه؟ وانت وانا عايز خلاص يبقى في يقين ان هم نفسهم يقابلوا الرئيس الاسبق. بعد الثوره لقيت بعض هؤلاء الفنانين متواجدين في التحرير. فهنا السؤال، هو انت كنت عايز تقابله من شهر عشان انت مقتنع بيك رئيس يعني وشايفه كويس وفرحان ان انت رايح تقابل رئيس؟ طب ولو انت مش مقتنع ازاي بعد شهر بتنزل الثوره؟ هل انت كنت ضده ولا معاه ولا مع الرايجه؟ انا عايز اعرف، يعني فاهم قصدي؟ حاجات كتير قوي. بعض لعيبه الكوره والبعض منهم منتمي للاخوان مثلا، كانوا بيروحوا يبوسوا الرئيس واولاده وما اعرفش حبيبي، وشفنا بعد 2006 و2008 و2010 في كل المرات بعد البتاع الوضع ده غير. بعض الشعراء والملحنين كان في ركوب كان بيعملوا اغاني للرئيس. ركوب انت ما كنتش مع الثوره خالص؟ لا انا لم اكن مع بص درء يعني المفسده مقدم على جلب المنفعه. هسألك سؤال، بعد 3 سنوات من الثوره في كام ام واب عندهم ابن شهيد؟ ده كمان في الكوره. في كام اسره اتيتمت؟ هل بعد 3 سنوات وضع مصر كدوله تحسن عن قبل هل ده بسبب الثوره ولا بسبب طريقتنا بعد كده في اداره الثوره؟ يعني هل كانت الثوره فعل بذاته فعل غلط؟ الثوره مش بذاتي، اسلوب وطريقه ما حدث من وجهه نظري كان خطا اكيد. من النشطاء نفسهم، من اللي قاموا بالثوره واللي حركوها، والله ولا مننا كلنا؟ بص انا يا استاذ خالد ما لومش حد نيته صافيه حتى لو غلطان. يعني في ناس اكيد نيتها صافيه اجتهد فاخطا. لا هو شايف ان البلد فيها حاجات وحشه كتير، في شباب ما بيشتغلوش، في فدول ناس. لكن اللي كان يعني بيتدرب بره مصر او كان بيتعامل مع منظمات اجنبيه او ما يتقاضى اموال لمنظمات في مصر بتبقى هدفها حاجه واحده، لا دول يعني معلش يعني دول لا. انتوا ليه؟ انتوا بتعملوا كده ليه؟ يعني وناس كتير تم اكتشافهم بعد سنه وسنتين وثلاثه. وعلى فكره لو رايك بعد الثوره بيومين هتلاقي رايك بعد سنه غير، هتلاقي رايك بعد سنتين غير، هتلاقي رايك بعد 3 سنين غير. الراي بيتغير، حتى اللي كان مع او ضد او حتى راي، معلش مع احترامي، طب الدكتور محمد مرسي مثلا، ما معظم الاعلاميين ما كنا حاجه جديده علينا، ما نعمل يقول ايه مناظرات وبتاع، ما كانش طبعا في مناظرات، ما كانش حد بيقبل غير مره واحده بقى مش عارف ابو الفتوح مع عمرو موسى بس كده وما فيش غيرها، والباقي لا يقبل. اما حصل ده كان معظم الاعلاميين بيقنعوا الناس ان لازم الدكتور مرسي هو اللي يجي، وان الفريق شفيق ده من النظام السابق. طيب معظم الاعلاميين يقنعوا الناس بكده، هل من حق الاعلامي ان يقول رايه على الهوا في عمل سياسي؟ هاخد منك الرد بس بعد الفاصل.